ازاي اللبن انت بتتكلم عليه ان هو حاجه صعبه الهضم وازاي بيضر وازاي بيعمل سرطان؟ اللبن مش انا اول واحد برضه وجهت له اتهام، وهم وجهوا له اتهامات وحاولوا يعملوا فيه شويه تغييرات عشان يبقى ملائم للجسم البشري وفشلوا. مره شالوا منه الدهون فبقى سكيمد ميلك، مره شالوا منه اللاكتوز فما بقاش فيه سكر، وبعدين لقوا لسه فيه مشاكل فعملوا حليب اللوز وحليب جوز الهند وبرضه فيهم مشاكل. قال لك طب ننشفه ونعمل لبن بودره، لسه فيه مشاكل. طب نعمل منه كريمرز، لسه فيه مشاكل. ليه بقى؟ لان البروتين الاصيل اللي في اللبن اللي انا بيعمل لي اضرار هو بروتين الكاسين. الكاسين ده بروتين هو اللي بيدي اللون الابيض للبن. اقدر افصله من جوه اللبن عن طريق حاجه من اتنين، يا اما اضيف ليه منفعه بتتجاب من الماشيه المقتره او احط معلقتين خل اعرف افصله. فبتفصل عندي اللبن 3 طبقات. الطبقه الاولانيه الفول كريم اللي هو الفات، القشطه اللي بسيبها ليله تاني يوم تلاقي القشطه اتجمعت فوق، دي فات ما فيهاش بروتين اصلا. وبعد كده بتبقى طبقتين تحتيها طبقه شفافه بيسموها بروتين الشرش او الواي بروتين. وبعد كده الطبقه الاخيره المتجبنه تحت اللي هو لونها ابيض اللي بيسموها الكتل الصلبه بقى، الكاسين. بالمناسبه الكاسين ده في اوائل 1900 كانوا بيستخدموه في صناعه البلاستيكات. الصوديوم كاسينات كانوا بيحطوه بيصنعوا منه اساتك اللي هي بتاعت الفلوس، كانوا بيصنعوا منه زراير. فما بالك هذه الماده الصلبه جسمك هيتعامل معاها ازاي؟ انت شفت كتله الجبنه القريش اللي انت بتبقى فرحان بيها وتقول الله الطبيعه قدامي اهي، دي لو لفتها في الميكرويف 60 سنه مش هتتحرك من مكانها. لو حطيتها جوه الفرن هتخشب زياده، هي شبه الكاوتش. اما بتنزل في المعده التسقيطه دي معناها ان هي نازله في كافيتي، ما ينفعش جسمك يتعامل معاها. البومين، كاسين، جلوتين، بروتينات حفاظ على اللي حواليها، انا جسمي مش مؤهل يتعامل معاها. لبن الام فيه كاسين بس يختلف عن الكاسين ده في شكل البارتكلز، الجزيئات. عشان كده اما سيدنا موسى ما لقولوش حد يرضعه دوروا على مرضعه، ما رحوش قالوا هنجيب له لبن او هنجيب له حاجه يرضعها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حصل معاه نفس الكلام، اما دوروا على مرضعه دوروا على مرضعه، ما مش هنجيب لبن الشادي او لبن الجاموسي. تاني حاجه الطفل بعد سن 2 مش محتاج لاي منتج من منتجات الالبان اصلا، والا ربنا كان خلقه ما يتفطمش في السن ده. هو مجرد ما يخلص سن 2 احتياجه زينا بالظبط للحبوب والدهون، ملوش احتياج تاني. ففكره ان انا اللبن يكون جزء اساسي في حياتي لا، ده ديفنتلي غلط. ده رقم 1. رقم 2 اللبن لو بتتكلم فيه على ايام الناس كان اللبن ده مواسم. البقره دي خلفت فهتولد فهترضع فانا هاخد لبنها. مفيش حاجه اسمها بقر حلاب طول السنه ولا تمر متعلق طول السنه، كل حاجه ليها مواسم وانت بناء عليه انت بتتعامل مع المواسم. لكن ما تقنعنيش ان في بقره بتحلب طول السنه زي ما النهارده بقر حلاب بالهرمونات، فدي حاجه ده شق تاني انا مش متغاضي عنه عشان ما عنديش بيه علم كافي اصلا. لكن اللي انا اقدر اقوله لك ان اللبن اللي موجود دلوقتي لا بيضرك، واي منتج داخل فيه اللبن زي النسكافيه البلاك مثلا هو كله لبن، النسكويك لبن، طالما كلمه نس قبل المنتج لا في لبن طبعا، حتى لو لبن بودر ومضر وبمنعه من ضمن ممنوعات اللي هو النسكافيه لاحتوائه على الكريمر اللي هو الكاسين. يعني انت لما بتيجي تبص للالوان الصناعيه والمكسبات الطعم عندك من الاحمر كذا سورس، ممكن الطماطم، ممكن الفراوله، الاخضر من ورق الشجر، الاصفر هجيبه من المشمش، الاورنج مش عارف من ايه. الوحيد اللي لونه ابيض ومصرح ليه هو الكاسين او الجبس بقى. يعني انت لو لجأت بقى الحاجه مش غذائيه يبقى الجبس. وبالمناسبه الجبس اكتر حاجه في العالم محتويه على كالسيوم هو الطباشير، وبرده مش صلبه زي ما انت بتتخيل. يعني صباع الطباشير اهو بتقطمه نصين. ليه؟ عشان ما فيهوش بروتين. هشاشه العظام اللي عندك مش ناقص كالسيوم زي ما هو فاهمك، انت ما عندكش بروتين اصلا متصلب جوه العظم بتاعك ده اللي انت بتبني فوقيه وتحط عليه املاح كالسيوم.